أنا عملت حجامة والنهاردة هنقول لكم تجربتي وأقول لكم إيه رأيي فيها. هل هي فعلا فرقت معايا وهل هي مفيدة ولا لأ؟ الأول أول سؤال بيجي في دماغ أي حد فينا: هل هي سنة نبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا لأ؟ وهل هو وصى بيها وهي فعلا مفيدة؟ والإجابة هي لأن في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه مسلم إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. وده دليل على إن الحجامة وسيلة علاجية نافعة وقتها، لأن ما كانش فيه وقتها طب متقدم زي دلوقتي. وكمان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحتجم في أماكن معينة زي الكاهل اللي هو فوق الظهر كده، والأخدعين أو اللي هي جوانب الرقبة زي ما أنا عاملها هنا كده. وكان بتبقى في أيام معينة من الشهر القمري زي يوم 17 19 21 من الشهر الهجري. بس ده جزء من السنة، يعني هو هتاخد عليها ثواب، ولكن لو ما عملتهاش يعني مفيش ذنب عليك. نيجي بقى للفوائد الطبية. هي أول حاجة تحفيز الدورة الدموية أو البلاد فلو، بتساعد على تنشيط البامب وتدفق الدم جدا للعضلات وللأنسجة، وده بيساعد في تحسين الدورة الدموية عموما، خاصة للناس اللي بيبقى عندها تريجر بوينتس أو أماكن معينة بتوجعها بسبب نقص وصول الدم ليها أو إجهاد شديد. وكمان تاني حاجة هي تخفيف آلام العضلات والمفاصل، لأن أنا بتمرن في الجيم بقالي أكتر من 10 سنين متواصل، وكمان أنا لعيب سلة أصلا. وبحكم إن أنا دكتور صيدلي وبرضه بقعد كتير قوي في الصيدلية أو بقعد في الشغل أو في العربية، فظهري ويعني دراعاتي بحس إنها بتوجعني جدا وبحس إنها متخشبة كده. فالحجامة ساعدتني قوي في تقليل الألم ده، وهي كانت مفيدة قوي ليا وللآلام السورنس بتاعة العضلات. كمان هي بتقلل التوتر وبتحسن المزاج، ودي يعني ممكن تبقى إحساس يعني بلاسيبو أو وهمي شوية. بس هي يعني أنا بصراحة بعد ما خلصت الجلسة حسيت إن أنا نفسيا مرتاح أكتر وجسمي فاكك. في كمان تحسين البشرة أو صحة البشرة، لأن هي بتساعد في علاج حب الشباب وبعض المشاكل الجلدية، يعني لأنها يعني ببساطة بتحفز تدفق الدم في الأماكن اللي فيها مشاكل جلدية. فالدم ده بيبقى محمل بقى بخلايا مناعية وأكسجين ونيوترينتس أو مغذيات، فده بيساعد إن أي مشاكل في البشرة أو أي جروح أو أي حاجة تتعالج وتلتئم بسهولة. وللعلم يا جماعة هي مش سحر، يعني انت مش هتعملها وخلاص انت هتتشافى من كل الآلام وكل الأمراض، لأ. هي مجرد وسيلة من وسائل الطب البديل، والمين تارجت بتاعها ان هي تساعد في الهيلينج او الاستشفاء. فاحنا برضو لازم نكون فاهمين ان احنا بنحتاج نعمل معاها استرتشات. محتاج ان انت المشكلة اللي عندك او الرينج اوف موشن اللي هو المدى الحركي بتاعك اللي عندك فيه مشكلة، ما تقدرش تفرد رجلك للآخر ايدك للآخر، بتحس في وجع في مفصل كتفك دايما، حاسس ان جسمك متخشب او كتافك يعني مش مفرودة. فهي بتساعد قوي في القصة دي. زي ما انتوا شايفين انا بعمل استرتشات كتير في كل الاتجاهات، ويعني كمان كنت مركز اكتر على ال upper body. يعني انا ما عملتش حجامة في اللور body او في رجليا، عملتها في الابر بادي بس، على صدري ودراعاتي وعلى ظهري. وكمان انا هنا كنت شغال على الروتيشن موفمنت او تحريك منطقة الترانك اريا اللي هي القطنية اعلى الظهر والكور عضلات البطن والصدر والحزام الكتفي كله او البكتورال جيردل. وكنت بعمل استرتشات طبعا زي الكوبرا ستريتش او الوضع اللي هو بتنزل بقطنيتك وبتطلع وهكذا، تبقى فارد دراعاتك على الآخر. بتحاول بقدر الإمكان إن أنت تدي لجسمك كل العوامل وكل الفاكتورز اللي تساعده في إن هو يعمل استشفاء. أنت هتنام كويس، هتاكل كويس، هتتمرن، هيحصل استشفاء وهيحصل ريكفري. ولكن في بونسز بقى، في فيتامينز ممكن تاخدها، في سبلمنتس، في طرق زي الحجامة مثلا والدراي نيدل او الديب تيشو مساج. في حاجات كتير ممكن تعملها هتحسن قوي من الريكفري بتاعك، فهتديك نتائج احسن في التمرين او في اي رياضة عامة، او حتى لو انت ما بتلعبش رياضة. وعشان كده انا بنصح بيها. الصراحة هي فرقت معايا، يعني انا الكلبشة اللي كانت موجودة في ظهري فكت جدا. ويعني انا حاسس ان انا قادر ان انا ابريفورم احسن. هي بتسيب علامات شوية، يعني ممكن تقعد مثلا من اسبوع او اسبوعين. وانا انصح ان اي حد يعملها عند كايروبراكتيك او دكتور علاج طبيعي. يعني بلاش فكرة ان حد يبقى واخدها مهنة ان هو حجام بس، لا، عند دكتور علاج طبيعي يبقى احسن. وطبعا في النهاية لازم نفليكس شوية، واشوفكم في الفيديوهات الجاية.